السلام عليكم الخوت. بعد غياب طويل رجعت نكمل لكم سلسله ديال الشعب التكوين باختصار شديد. في هذا الفيديو نهضروا على اش ممكن تقرا في التكوين بالنسبه للتجاره والتسيير كوميرس اي جيستيون. خلاص واحد السؤال كيتبادر بزاف وسولوني بزاف البنات عليه، هي السكرتاريه. شحال هادي راه كانت ولكن دابا مابقاش تبان ليا. خلاص غنشوفوا في هاد الشعب ديال اليوم، هاد الشعب اللي كاين دابا اللي متعلقين بالكوميرس جيستيون، ممكن هاد الشعب هادات يكونوا حورها ولا الداخله فيهم. غنبداو بنيفو تقني فيه ثلاثه ديال الاختيارات. الاختيار الاول هو الكونطابيليتي، الاختيار الثاني هو الكوميرس، الاختيار الثالث هو الجيستيون. هاد الشعب ثلاثه كيتقراو في العام الاول في شعبه وحده تحت اسم اسيستون ادمينستراتيف، مساعد اداري. حتى العام الثاني عاد كتختار وحده في هاد الشعب هذا، هي بحال قلت يجي دعم مشترك. العام الثاني كتختار واحد الاوبسيون واش تكمل في كونطابيليتي ولا كوميرس ولا جيستيون. دابا بعجاله نعطيكم خلاصه اش كيتقرا في كل شعب على ربي تميزوا بيناتهم باش تختار الشعبه اللي تناسب الميول ديالك. اول شعبه هي المحاسبه. شنو تعلم في هذه المحاسبه؟ تسجيل العمليات المحاسبيه وتحديد المواقف الدوريه، تنفيذ عمليات نهايه العام واعداد الوثائق الموجزه، اعداد الاقرارات الضريبيه الحاليه والسنويه، اعداد وانشاء كشوف المرتبات واعلانات اجتماعيه، ضمان اداره النقد ووضع الميزانيه، العرض والتعليق على المواقف المحاسبيه ووثائق الدعم الاداري، ضمان المراقبه الاداريه للعمليات التجاريه واعداد عروض الاسعار والفواتير، مشاركه في اداره المخزون، ضمان المراقبه الاداريه والماليه للموظفين، المساهمه في المراقبه القانونيه لالتزامات الشركه. هذا الشيء بخصوص المحاسبه. اما بخصوص التجاره، في نهايه التدريب غادي تولي قادر دير استخدام تقنيات الاداره، استخدام الادوات المكتبيه، تقنيات البيع الرئيسيه، تطبيق التقنيات تنظيم المتجر، اداره المخزون المتجر وامداداته، اتقان اجراءات تسجيل المبيعات اليوميه، اتقان الحساب التجاري، كتابه المراسلات التجاريه سواء بالعربيه ولا بالفرنسيه، تطبيق المبادئ الاساسيه للتسويق وبشكل خاص الترويج الماركتينغ زعما. اما بخصوص التسيير، دير ضمان المراقبه الاداريه للعمليات التجاريه واعداد عروض الاسعار وفواتير، المشاركه في اداره المخزون، ضمان المراقبه الاداريه والماليه للموظفين، المساهمه في المراقبه القانونيه لالتزامات الشركه، صيانه لوحات المعلومات، تنظيم نظام حفظ الملفات، مشاركه في تنظيم او اعاده تنظيم الخدمه، جمع البيانات الاحصائيه وعروضها، تقديم مستندات بين قوسين باستخدام الادوات المكتبيه زعما داكشي ديال البيروتيك، الوورد بوينت، الاكسل، اعداد كتابات احترافيه بين قوسين، رسائل، مذكرات موجزه، تقارير الى اخره. ندوزو دابا بالنسبه للنيفو تقني متخصص. عندنا 4 ديال الاختيارات. الاختيار الاول هو الكونطابيليتي اي فينانس، الاختيار الثاني كوميرس اي ماركتينغ، الاختيار الثالث ريسورس هيومان، الاختيار الرابع اوفيس مانجر. نفس البلان هاد الشعب كيتقرا في العام الاول تحت اسم جيستيون دي زونتربريز، تسيير المقاولات. حتى العام الثاني عاد كتختار معايش تمشي. نعاودو نفصلو في كل وحده. المحاسبه والماليه اش غادي تقرا فيها؟ الحفاظ على الحسابات العامه للشركه، تنفيذ اعمال نهايه العام واعداد البيانات الموجزه، اعداد الاقرارات الضريبيه، استخدام فعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبرامج الاداره، المضي قدما في مراجعه الحسابات، اتقان المحاسبه المعمقه، تحليل الوضع المالي للشركه، المشاركه في عمليه توحيد المجموعه وفقا لمعايير المحاسبه الدوليه، حساب التكاليف والنتائج التحليليه، انشاء الميزانيات ولوحات المعلومات. اما بالنسبه للتجاره والتسويق، تحليل وتنقيب البيئه، القيام بعمليه البيع، اجراء المفاوضات التجاريه، ضمان مراقبه التشغيليه، ادارات التجاريه او القطاع التجاري، تحدث بلغة أجنبية إنجليزية أو لغة أخرى، استخدام الأدوات المكتبية، معالجة النصوص وجداول البيانات وإدارة الملفات، قيادة فريق المبيعات، إدارة عملية الاستيراد أو التصدير، إعداد الرحلات الدراسية والمعارض التجارية، وضع الشروط العام للبيع وعقود الوكلاء. أما بالنسبة للموارد البشرية، الحفاظ على الحسابات العامة للشركة، استخدام فعال تكنولوجيا المعلومات والاتصال وبرامج الإدارة، معرفة الأنظمة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بظروف العمل والصحة والسلامة في البيئة المهنية، معرفة أدوات وتقنيات إدارة الموارد البشرية، معرفة تقنيات التنشيط والتنظيم والاتصال. وآخر شعبة عندنا هي مدير المكتب اوفيس مانجر. شنو تتعلم فيها؟ الرد على العملاء عن طريق الاتصال المباشر والهاتف، الاتصال المباشر زعما تتهضر مع بنادم نيشان ولا بار تليفون، تنظيم المهام المتعلقه بتنظيم المكاتب، ضمان متابعه المراسلات، انتاج الوثائق، تصميم عرض المستندات المكتوبه والافتراضيه، تنفيذ العمليات المتعلقه بعقد الاجتماع والتدريب الداخلي، تنظيم الاحداث، انتاج البيانات الاحصائيه، اداره المستندات، الحفاظ على المحاسبات العامه للشركه بين قوسين اليدويه او المحسوبه. هادشي كنكون نساليت هذا الفيديو هذا، اتمنى يكون فادكم ولو بشيء بسيط. ما تنساوش تدعمونا وقولوا لنا في الفيديو الجاي علاش انهضر. خلاص درت هذا الفيديو بخلاصه بعجاله مع الخدمه، ما بقيتش كنسالي باش ندير الفيديوهات. هذا هو